اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الجمال ده بقى؟ هنعمل الشاورما السوري بأسهل طريقة وبتتبيلة فظيعة رهيبة كده. يعني هتتبلي بيها الفراخ وهتعمليها أقسم بالله زي المطاعم بالظبط، نفس الطعم، مش هتفرقيه عن المطاعم خالص. والتومية بقى اللذيذة الجميلة دي، شايفين السندوتش عامل ازاي؟ يجنن، طعمه فظيع، وريحة بقى الفراخ وهي بتتعمل ولا السندوتشات دي تجنن بجد. جربيها في البيت بقى، نظافة وطعم وحاجة كده لذيذة جدا. أحسن بكتير طبعا لما تشتريها من بره، وطبعا كل حاجة غالية نار، والأسعار يعني ايه في السما. لما تروحي تشتري شوية سندوتشات زي دول، شوفي هيكلفوكي قد ايه. انتِ بقى بفرخة واحدة هتأكلي العيلة كلها سندوتشات شاورما لذيذة جدًا وتجنن من إيديك يا ست الكل. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف هنعملها إزاي. معايا طبعًا قطع الفراخ والبهارات دي يا جماعة، بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وكاري وفلفل أسمر وملح وكمون وإيه وزعتر، بس كده. ودي طبعًا قطع الفراخ بتاعتنا اللي أنا إيه مقطعاها شرايح كده زي الشاورما بالضبط. شرايح رفيعة كده. وعلبتين الزبادي الصغيرين دول هتعملي تتبيلة رهيبة للفراخ. طبعا يا جماعة ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، اللي مشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. هنحط بقى علبتين الزبادي في الحلة كده أو في بولة أو أي حاجة واسعة عشان خاطر تعرفي تقلبي فيها. هنحط البهارات بتاعتنا بقى، وهنجيب عصرة ليمونة و3 معالق كبار من الخل. شايفين؟ ادي واحدة، 2، 3، كده 3 معالق خل كبار. هنقلب بقى ايه التتبيلة دي مع كام فص توم كده حلوين زيكم كده، يعني 5 فصوص او 6 فصوص توم كده مهروسين، وهنقلبهم بقى كده مع التتبيلة. وشمي بقى ريحة التتبيلة دي رهيبة بجد، طعمها يجنن وريحتها فظيعة والله العظيم بجد. شايفين؟ انا كده قلبتها بقى كويس جدا. وايه هحط الفراخ بتاعتي، هنقلبها بقى كويس جدا يا جماعة. على فكرة أنا بتبل الفراخ دي من بالليل علشان خاطر تمتص التتبيلة دي، بيبقى طعمها رهيب. أحسن ما تتبليها بالنهار وساعتين 3 وتعمليها، يعني بتبقى جميلة جدا برضو، بس لما تتبليها من بالليل أفضل علشان خاطر الفراخ تمتص من التتبيلة دي كويس كده وتديكي طعم ونتيجة تجنن، والله زي بتاعة المطاعم بالضبط. طبعًا أنا نسيت أحط إيه، معلقتين صويا صوص، فهاحطهم بقى إيه بعد ما قلّبت التتبيلة مع الفراخ، مش مشكلة يعني. أنا حطيت معلقة ونُص كده، وبعد كده إيه هارجع أحط نُص معلقة كمان، يعني معلقتين صويا صوص. ده لو موجود عندِك، مش موجود ما تشتريش مخصوص وتحطي ولا حاجة. بس يعني هو إيه بيدّي برضه نتيجة كويسة مع الشاورما. طبعًا قلّبتها كده كويس، طبعًا هاحط نُص معلقة كمان كده وهاقلّبها، وبعد كده هاحطها بقى في التلاجة. بُكرة بقى إن شاء الله كده على بعد الضهر باطلّعها وباستعملها بقى وإيه، وهنعمل أحلى ساندوتشات شاورما تاكليها في حياتِك، تجنّن. حطيتها بقى في التلاجة كده، وتاني يوم بقى كده إيه طلّعتها. شايفين يا جماعة عاملة إزاي؟ رهيبة بجد. هنروح بقى على البوتاجاز بتاعنا ونجيب طاسة أو قلاية كده، وهنشوف هنعمل فيها إيه. هنحط معلقتين 3 زيت كده، يعني مش كتير، هي مش عايزين يعني يبقى فيها زيت كتير أو مادة دهنية كتير، علشان خاطر إحنا مش هنحمّرها، إحنا هنعملها زي المشوية كده بالضبط. شُفتِ زي ما بتشتريها كده من المطعم؟ بالضبط زيّها ونفس الطعم. مش عايزينها بقى إيه، تبقى محمّرة في الزيت كده لأ، إحنا عايزينها تبقى مشوية زي المطعم بالضبط. النار يا جماعة عالية جدًا على أعلى درجة حرارة، مش عايزين نهدّي النار علشان خاطر الفراخ ما تنزّلش المَيّة بتاعتها، تبقى زي المسلوقة أو متشوّحة كده لأ، إحنا هنعملها زي المشوية بالضبط. وهتخلّيكِ معايا بقى لآخر الفيديو وهتشوفي بقى إيه الجمال بتاع الفراخ دي أو الشاورما دي، تجنن بجد، طعمها فظيع. شايفين الجمال؟ والّا ريحتها بقى، ريحتها بقى وأنتِ بتشوّحيها كده تقلب البيت كلّه، ريحتها تجنن بجد. طبعًا أنا طلّعت أول حاجة عملتها في الطاسة، بس بقى الكاميرا كانت فصلت، حطيت الإيه شوية الفراخ اللي فاضلين أو الشاورما اللي فاضلين في الحلة وعملتها. شايفين الجمال يا جماعة؟ والّا ريحتها والله العظيم تجنن وطعمها رهيب بجد. لازم تجرّبي التتبيلة دي في الشاورما.
إحنا دلوقتي بقى هنعمل الساندوتشات بتاعتنا. طبعًا دي تومية أنا عملتها معاكم قبل كده يعني. معايا بقى وكاتشب والشاورما بتاعتنا. ده العيش ده كريب يا جماعة، يعني أنا عاملاه في البيت برضه، أنا عاملاه معاكم قبل كده. يعني عندي ولاد ما بيحبوش العيش السوري، وفي ولاد بيحبوه، إنما كلنا متفقين الحمد لله على الكريب. فعملته أو عيش الطاسة اللي هو بيبقى طري ده. معايا البطاطس المحمرة بتاعتي بقى، وهنعمل أحلى ساندوتشات هتاكليها. هنجيب بقى التومية يا جماعة، هنجيب إيه علشان نعملها. هنجيب معلقتين نشا كبار، نص كوباية مية، وهنقلبها في الطاسة كده، وبعد كده هنحطها على النار. هتعمل زي المهلبية كده. هتسيبيها تبرد، هتجيبي بقى في الخلاط ربع كوباية زيت، معلقتين خل كبار، نص ليمونة أو ليمونة كبيرة كده، وهتحطي معلقة سكر كبيرة ونص معلقة ملح صغيرة وعلبة زبادي، وهتضربي الخليط ده كله مع المهلبية طبعا دي لما تبرد في الخلاط، مع كام فص توم، يعني 4 أو 5 فصوص توم. هتديكي أحلى تومية هتاكليها، جميلة جدا جدا. هنحط بقى ايه، انا حطيت تومية طبعا، ممكن تحطي تومية على الكاتشب في الطبق كده وتقلبيهم مع بعض، وبعدين ايه تحطي في الرغيف يعني، او تحطي زي ما تحبي يعني. انا بحب احط ده لوحده وده لوحده. هنلف بقى الرغيف بتاعنا وبسم الله ما شاء الله يعني. انت بقى تحشي زي ما انت عايزة يعني. انا حشيت الرغيف كبير جدا والله، انا اكلت واحد، اما جيت اكل التاني ما كنت قادرة اكمله، والولاد نفس القصة. يعني اللي خد 2 ما عرفش ياكل الرغيف التاني، كبير جدا جدا بسم الله ما شاء الله، وبيشبع كده يعني. اقولك ايه، يعني لما تشتري السندوتشات دي بقى من اي مطعم بيبيع الشاورما، هتشتريها بفلوس قد ايه دلوقتي، وكل حاجة غالية جدا. انت لما تعمليها في البيت يعني دي فرخة. يعني انت لما تطبخها بقى في صينية بطاطس او في اي طبيخ هتتعمل. لا اعملي بقى السندوتشات دي، الولاد بيموتوا فيها على فكرة، بيحبوا الاكلات دي جدا عن الطبيخ او الكلام ده. طبعًا أنا حطيت برضه تومية، وحطيت البطاطس بتاعتي والشاورما، وبعدين حطيت تومية تاني، وبعدين حطيت كاتشب. أنتِ بقى عايزة تزوّدي أي حاجة حطّي، عايزة تزوّدي مخلل أو خيار أو أي حاجة براحتك، حطّي خس حطّي. دي الطريقة اللي أنا يعني المكونات اللي أنا حاطاها دي إحنا بنحبها كده، تمام كده؟ هاروح بقى على البوتاجاز بتاعنا وناخد إيه، طبعًا أنا عملت لي كام رغيف كده، وإيه هاحطهم في الطاسة وهاكمّل الكمية كلّها. طاسة طبعًا يا جماعة أنا بادهنها دهنة زيت، ما باحطش فيها زيت كتير، واولّع النار برضه، يعني أنا عاملاها على نار عالية جدًا، المفروض أنتِ بقى خلّيها نار متوسطة، علشان كان في كام رغيف بقى كده اتلسعوا مني، أمّا باقلب في الرغيف اللي بعديه بتلاقيه اتحروق شوية. فأنتِ خلّيها نار متوسطة علشان ما يتحرقش منِّك. شايفين الجمال؟ وبسم الله ما شاء الله الرغيف إيه، كبير جدًا ومليان بقى. طبعًا يا جماعة اللي بيحب الشاورما بالعيش السوري يعملها، أنا عملتها كتير قبل كده وباموت فيها. يعني بس في عندي ولاد ما بيحبوش العيش السوري، يعني بيبقى ناشف شوية مش بيحبوه. فأنا بقى كلنا طبعًا متفقين على الكريب بنحبه يعني، أو العيش الصاج. أنا عملته معاكم قبل كده، اللي ما شافهوش وعايز يعمله هيلاقيه على القناة عندي. شايفين الجمال؟ طبعًا حمّرنا بقى الرغيف كده في إيه، في شوية زيت صغيّرين في الطاسة، وطبعًا ما تقرصيش عليه في التحمير علشان خاطر ما يتحرقش منِّك. أنا عندي كام رغيف اتحرق كده. شايفين الجمال يا جماعة؟ يجنن بجد، طعمه لذيذ جدًا وعيالِك هيفرحوا بيه أوي، أوي، أوي. بدال بقى ما تشتريه من برّه والتومية بقى تجنن، الطريقة اللي قُلت لِك عليها اعمليه بيها. شايفين الجمال؟ ما ننساش بقى نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. اللايك يا جماعة للشاورما اللي تجنن دي علشان بس الفيديو يترفع، وبألف هنا وشفا للي يجربها.